دايما متعودين في مهارات عظيمه اننا بنعمل اشهى الاكلات والحلويات، بس في نفس الوقت بنهتم بصحه. كل متابعينا الكرام بنهتم بيكم جدا ان الاكل الحلو ده ياكلوه، بس يعني ما يسبب لهمش زياده في الوزن. علشان كده في فقرتنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن افضل الطرق الصحيه عشان انقاص الوزن، وازاي نحافظ على صحتنا ووزننا المناسب، وكمان في نفس الوقت ناكل كل اللي بنحبه. هو ده اللي هنعرفه مع ضيفتي الجميله اللي منوراني، دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. ازيك يا دندون؟ حبيبتي منوراني يا جميله. اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. قولي لنا اخبار الطعميه الكب كيكس دي ايه؟ بحب الطعميه جدا. انا بحب الفول. لا يعني لا، انت اكلك حلو يا عظيمه حبيبتي. يعني مش محتاجه شهادتي في ربنا يسعدك. انا كل مره باكل من يا حبيبتي انا وش في راح قلبي. طبعا الموضوع ده مهم لناس كتير، انها تاكل التست يبقى قريب من اللي هي بتحبه، ما يبقاش فيه حرمان من انواع معينه ممكن تكون بتحبها، بس ممكن تقنن منها. هو ده المهم، التقنين. قول لنا بقى نحقق المعادله الحلوه دي ازاي؟ يعني احنا بنحاول والناس بدات الحمد لله، برضو في ناس عندها استعداد كبير، وفي ناس للاسف محتاجه دعم ومحتاجه عامل مساعد. طبعا ناس كتير اكتر من 70% يعني اللي عندهم قوه اراده ان هم يقننوا شهيتهم مش كتير خالص. الاكل متعه يعني، صح. متعه جميله ونعمه جميله، لكن الزياده منها هتسبب لنا ضرر كبير جدا. الزياده من الحلويات والزياده من النشويات والزياده الاكل بالليل قبل ما انام مباشره. ناس كتير متعوده معدتها فاضيه ما يجيلهاش نوم، تكبس معدتها عشان تخش على السرير تنام. ده خطر جدا. لازم ناكل لما نيجي نتعشى قبل ما انام على الاقل ب3 4 ساعات، ساعتين حتى ساعتين. لكن اكل وانام 3 4 ساعات ده يكون وجاع وكلام تاني يزيد. وهي دي المشكله، تحجيم على الاقل 3 ساعات. أوكي. ممكن يعني ناخد زبديه كده قبل ما لكن نعمل بقى العيش والبيض المقلي والطعميه المقليه وانام هيجي لي كرشه نفس. طيب ازاي نقدر ان احنا نكبح شهيتنا عشان مش عايزين نتخن؟ ومش بتكلم بقى على التخن، ان الشكل طبعا الشكل الجمالي مهم، واحنا كستات بنكتئب. مفيش في الدنيا اهم من الصحه. الصحه لو راحت كل حاجه بتروح. مفيش حاجه تعوض الصحه اصلا. طيب ازاي نقدر نكبح شهيتنا؟ وازاي الناس الاوفر ويت من الستات والرجاله والشباب، لان للاسف دلوقتي بقى في شباب كتير بيعانوا من سمنه، ان احنا نستخدم منتجات امنه وصحيه ومرخصه وطبيعيه. جايه اتكلم معاكي عن كورس صحي آمن هيقدر يخلينا ننقص في الوزن بدون حرمان، يعني نقنن بس الأكل شوية. إيه هو الكورس ده؟ طبعا الكورس مرخص من وزارة الصحة المصرية وهيئة سلامة الغذاء. إيه هو الكورس ده؟ هو كورس بيستا. هايل. بيستا طبعا اللي انا شايفاه على الشاشه من انتاج شركه بايو ناتشرالز، شركه كويسه جدا، شركه كل منتجاتها الحقيقه مرخصه، شركه كل منتجاتها مرخصه وكل منتجاتها فعاله وطبيعيه. وكمان الشركه عامله حاجه كويسه جدا، ان موفره فريق طبي كامل لمتابعه حالات السمنه اللي بتستخدم الكورس بتاعنا بالمجان كل اسبوع. هايل. وقبل ما اتكلم على الكورس عايزه اقول لكل الناس ان الفيدباك بتاع العملاء رائع. ما هو ده مهم قوي يا دينا. طبعا الواحد محتاج يعرف برضو مردود عند الناس عامل ازاي. المردود رائع. الناس خست وبصحه وما جالهمش. في ناس بتستخدم بعض المنتجات الاخرى بيتنرفزوا شويه، يتعصبوا، بيشتغل المنتجات في بعض المنتجات بتعمل ضربات قلب سريعه، وطبعا وبتعمل ضربات قلب سريعه، وبتعمل احيانا في منتجات مش هينفع ياخدها اصحاب الامراض المزمنه. طبعا لكن بطمن حتى اصحاب الامراض المزمنه ان هم يقدروا يستخدموا كورس بيستا بكل امان. طيب خليني ابدا معاكي بالمنتج الاساسي اللي هو بيستا. بيستا جاي من ذا بيست، هو فعلا الافضل يعني من وجهه نظري انا المتواضعه. قول لنا ليه بقى الأسباب؟ هو الافضل ليه بقى؟ لان بيستا عباره عن الياف. كويس. مهم قوي عشان اخس اخد الياف. من اهم الالياف اللي داخل بيستا القمح والشوفان والسيليوم.
بذور السيليا. بالظبط. الالياف اللي داخل بيستا بتمتص الميه، عشان كده لما باخد كيس من بيستا قبل الوجبه بتاعتي بنص ساعه باخدها على كوبايه ميه كبيره وادوب كويس قوي، مش كده واشرب او بق ميه، لا كوبايه، لان الالياف هتمتص كل الميه اللي موجوده في الكوبايه. ولما باجي بشرب بيستا طبعا طعمه حلو قوي، طعمه عصير تفاح. لما باجي بشرب بيستا بعديها بنص ساعه، يعني وقتها بحس ان انا يعني جعانه بس مش قوي. لو انا مثلا باكل قد كده، وطبعا احنا عندنا بقى مشكله في حاجه يا عظيمه، لما بنبقى جعانين ناس كتير مننا معلقه في المعلقه في المعلقه في المعلقه، ما بيدوش سبيس. ساعات الناس بتبلع من غير ما تمضغ. لا المضغ ده مهم جدا طبعا، بيسهل عمليه الهضم طبعا. واحنا بناخد بيستا، ولما بنيجي ناكل بناكل بالراحه. يعني بناكل مش ورا بعض، لان هرمون الشبع بيتفرز بعد من اول معلقه بنص ساعه. اول معلقه بنص ساعه او بتلت ساعه هرمون الشبع بيتفرز. كويس. طيب يبقى انا كده هاخد بيستا، بيكبح لي الشهيه، بيكبح لي بيحجم لي الشهيه، والحلو اللي فيه ان رده القمح بتاخد فتره طويله في الهضم. فانا هقعد بالخمس ست سبع ساعات مش حاسه ان انا جعانه. كويس. مش هقعد انقنق بقى. المشكله كمان في النقنقه الشيبسيهات، الجانك فود، ساندوتش مليان مقالي، بطاطس محمره. جانك فود ده الساندوتش 2000 سعر يا جماعه. دي كانت مأساة بالنسبه لي. انت عارفه 2000 سعر ده يعني ما اخدش حاجه اليوم كله بقى، يعني اخد حاجه بسيطه. هاكل ساندوتش بس بالليل واحده الزبادي عشان ابقى عملت اللي عليا. صح، لازم اقلل كميه السعرات اللي باخدها. لكن الساندوتش اللي بتقوليه الجانك فود انت عندك حق، 2000 سعر حراري، يعني اقعد صايمه بقى ال 24 ساعه بعديها ولا ايه؟ لا، يبقى انا هاخد بيستا. انا بس بعرف الناس، شوفوا احنا المفروض سعراتنا اليوميه بتبقى كام. واحنا ممكن في ساندوتش واحد بنشوف انت قلتي ايه، مش هناكل حاجه اليوم كله. بالظبط. فنبقى احنا مش واخدين بالنا من النقطه دي. لا، ده لازم. ده في ناس بياخدوه الجانك الساندوتش ده سناك مش وجبه. والله هي اصلا انت كده خدتي الوجبه، الثلاث وجبات بتاعتك في ساندوتش واحد. صحيح طبعا. يبقى انا هبدا بالكورس بتاعي، هبدا بمنتج ايه؟ بيستا. كويس. ده اول. وطبعا بطمن لكل الناس انه مرخص وزاره الصحه المصريه، فمعنى كده انه امن وفعال، ملوش اعراض جانبيه. كويس. طيب احنا كده حجمنا الشهيه، قللنا الاكل. طيب الفيتامينات والمعادن، بما اننا مش هندخل بقى كل الحاجات دي من خلال الاكل والمعادن. وخلي بالك حتى اللي ما بيعملوش دايت ما بيعرفوش يستوفوا جسمهم بنسبه الفيتامينات والمعادن. على فكره كلنا يا دينا، مفيش حد، كلنا بلا استثناء، ما حدش فينا كل يوم بياكل عدد اصناف فاكهه مثلا 4 5 اصناف عشان يتنوع في الالوان فياخد فيتامينز معينه، ولا في الخضروات. لا 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 لا، ما حدش بيعمل كده. عشان كده بقول الفيتامينات للناس اللي عايزه تخس والناس اللي فهي اصبحت ضروره في حياتنا. هي المكمل الغذائي واصبح ضروره لينا ولاطفالنا كمان. طبعا من اهم وافضل المكملات الغذائيه والمالتي فيتامينز هو ELP مالتي فيت. ليه بخص وليه بقول ان هو من الافضل؟ لان ELP مالتي فيت داخله اكتر من 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن. هايل. هبدا معاكي بفيتامين ب. فيتامين ب المركب، العيله كلها موجوده في قرص واحد من ELP مالتي فيت. دي هايله بصراحه. فيتامين ب يعني دعم تمثيل غذائي. الناس يعني اللي مش بتحب تاخد حقن هتاخد من ELP مالتي فيت، مش هتحتاج تاخد حقن حتى، لانه في كل عائلات، في كل العيله. وبي 12 اللي احنا دايما بناخده بره، الكوبالامين، وفي الفوليك اسيد والكالسيوم وفيتامين سي بنسبه 500. ده حاجه يعني انا لو مش باخده في العادي هضطر ابقى واخداه كل يوم من خلال القرص ده. بالظبط. عائله فيتامين ب مهمه جدا لدعم التمثيل الغذائي ولدعم اعصابنا. ده مهم جدا لاعصابنا، حتى اعصاب عيننا مهم جدا. طيب عندي كمان زي ما قلتي فيتامين سي داعم للمناعه، داعم لتعزيز وانتاج الكولاجين، عشان كده مهم قوي فيتامين سي للبشره، وبيعزز لي نسبه او بيعزز لي امتصاص الحديد فبيقينا من الانيميا. هايل. عندي كمان داخل ELP مالتي فيت الزنك يعني مناعه، يعني طاقه، مهم قوي لصحه شعري، مهم قوي لحمض المعده. المعده كفاءتها بتعلى مع الزنك كمان. فدي حاجه مهمه قوي، ومهم لضوافرنا الزنك. طيب عندي كمان داخل ELP مالتي فيت عندي فيتامين اي. ده هايل. ده لو هتكلم عن اهم مضاد اكسده في العالم هو فيتامين هو فيتامين اي. احنا جسمنا كل يوم بيتعرض للاكسده تلقائي.
صحيح. بننزل شويه تراب، شويه تلوث في الهواء، بيحصل لنا اكسده. صحيح. تكرار الزيت المتكرر بنحمر بيه بالخمس وست، ده اخطر حاجه في الحياه. بالظبط ده بيعرض جسمنا للاكسده. السكريات الكتير، عمال على بطال بستهلك سكريات كتير. السكر ملوش اي قيمه غذائيه ولا حتى 1% قيمه غذائيه. ولازم اعرف المشكله فين عشان احلها، ما يبقاش عندي نهم ده واسكت. بالظبط. وطبعا فئه كبيره جدا بتدخن من الستات والرجاله، وده بيعرض برضه او اللي بيتعرض لحد بيدخن، يعني الاجواء العامه يعني. طبعا. فلازم احمي جسمي من الاكسده، لان الاكسده يعني التهابات عاليه في الجسم. ودراسات اثبتت ان الاكسده ليها صله وطيده بمرض السرطان لا قدر الله. لا قدر الله. فلازم طول الوقت اخد انتي اوكسيدنت. اخده منين؟ من قلب مالتي فيت اللي داخله فيتامين ه او فيتامين اي يعني. هايل. خلينا ناخد حاله من الحالات اللي خست على بيستا، خصوصا العنصر الرجالي، ودايما احنا عارفين النساء دايما مهتمين. خلينا نشوف حاله استاذ ابراهيم ونرجع مره ثانيه. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش اعرف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. السؤال اللي هيدور في ذهن ناس كتير من مشاهدينا الكرام بيشوفونا، يقول لك هو بيستا ده ممكن ينزلني كام كيلو في الشهر؟ بينزل طبعا كتير، بس انا ما اقدرش اقول، اصلا انا مش هقول مثلا بينزل 6-7 كيلو في الشهر يبقى الناس كلها هتنزل 6-7 كيلو. لا، ما كل واحد في حرقه غير التاني وجسمه بالظبط. في ناس بتخس اقل من كده، وفي ناس بتخس اكتر من كده. احنا بنتكلم على الرؤيه العامه من خلال استخدام بيستا لاكتر من عميل بالنسبه للشركه. مينيمم 6 كيلو 7 كيلو مينيمم في الشهر. كويس. في ناس ما برضه النزول الرهيب ده مش كويس يعني، لان احنا بنرجع تاني بعد فتره بيرجع كما كان وبيزيد عليه كمان وزن. صح. ما بنصحش بالنزول الرهيب يعني. انا بحب ان احنا ننزل بالراحه، معنى كده مش هنستعيد وزننا تاني. هي دي حالات معانا هي برضو خست، رغم ان تشوفيهم برضو دايما اشوف الصور اقول ايه هو عادي يعني مقبول، بس لا لما بنشوف بعد لما يخسوا بتحسي لا انه فرقه برضو. طبعا فرق. وكويس انهم حسوا بده، دي حاجه حلوه على فكره. المهم ان اول ما احس ان انا خلاص بدات تخنت 5-6 كيلو الحق نفسي على طول. ما استناش بدايه لعدد رهيب طبعا. ولازم ويا ريت كلنا نحسب البادي ماس اندكس بتاعتنا، ده مهم جدا. يعني اي حد بيتفرج علينا عايز يعرف هو اوفر ويت ولا لا، عايز يعرف هو تخين ولا لا. ازاي بقدر احسب البادي ماس اندكس؟ الوزن على مربع الطول بالمتر. يعني لو وزني مثلا 65، الطول بتاعي بضربه في نفسه، ونتيجه القسمه الطبيعي ان انا ابقى من 20 ل 25. اقل من 18 ونص انا لازم اتخن، انا بعاني من نحافه. بعد ال 25 لل 30 انا اوفر ويت، بس مش خطر قوي على الصحه. بعد من ال 30 ل 35 انا في سمنه، من 35 ل 40 فيما فوق انا في سمنه مفرطه، لا مجال، لازم اخس. لازم اخس. وكمان عايزه اقول ان شركه بايو ناتشرالز بتقدم مع كورس بيستا فيتامين د هديه. هايل. فيتامين د مهم قوي ان انا كلنا نعمل تحليل فيتامين د يا جماعه. ممكن يبقى بنات كتير عندها مود سوينجز، اكتئاب، ومش عارفه ليه، مع ان ما عندهاش مرض مزمن، بس عندها مش مبسوطه، شعرها كمان بيقع، مناعتها قليله. ومهم قوي فيتامين د لامتصاص الكالسيوم. اعملي تحليل فيتامين د، وخلي بالك فيتامين د مهم جدا لعمليه انقاص الوزن والحرق الدهون. هايل. صح. في ناس على فكره بيبقى عندهم نقص وبيبقى ثبات وزن، بيحصل لهم ثبات وزن. الناس اللي عندها نقص فيتامين د كبير وبياخد حقنه بيلاقي نفسه خس. بس طبعا الحقنه اللي بتتاخد من فيتامين د بتركيزات عاليه ده تحت استشاره الطبيب طبعا. طبعا ما يتاخدش كده. لكن فيتامين د عندي الهديه ده 1000 وحده فقط، فممكن يتاخد ديلي يوز، حلو جدا كوقايه ان فيتامين د كمان
يقع يعني من. قولي لنا كده الكورس عباره عن بيستا. وطبعا مع الكورس اكيد عندي الجرين كوفي. اوكي. الجرين كوفي او القهوه الخضراء مهمه جدا جدا لزياده الحرق وتعليل الميتابوليزم والحرق الدهون كويس. وزياده معدل الحرق. يبقى انا عندي الكورس بيستا بيتاخد قبل الوجبات الرئيسيه، قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء. واللي بيحدد ده الفريق الطبي الخاص بالشركه. الخاص أوكي. بالشركه. ازاي نقدر نتواصل مع الفريق الطبي الخاص بالشركه؟ عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. عندنا فريق طبي كامل بيتابع الحاله فروم داي 1، وكل اسبوع مريض السمنه او مريضه السمنه بيجي لهم تليفون من الشركه يتابعوا الحاله ويشوفوا خسوا كام كيلو في الاسبوع. طبعا اهم حاجه ان انا اخده على كوبايه ميه كبيره، واشرب بعديه ميه لو اقدر، لانه الياف كل ما تشربي كل ما الدنيا تبقى احلى يعني. طبعا كل ما اشرب ميه كل ما هتبقى النتيجه احسن طبعا. ومع الكورس بيطلع الب مالتي فيت. هاخد من الب مالتي فيت قد ايه؟ هو قرص واحد بس في اليوم. اوكي. ما بقطعش عن قرص. اكيد بنصح بيه بعد الفطار بساعه او بعد الغداء بساعه، ما اخدوش بالليل، لان فيتامين ب زي ما احنا عارفين بيدعم الطاقه. فانا باخد الب او مور في البيت بقى تخيلي. فانا اخد الب مالتي فيت قرص واحد بعد الفطار. طب ليه الب مالتي فيت باخده مع بيستا؟ عشان يدعم لي مناعتي، وعشان يدعم لي طاقتي، عشان يخلي بشرتي كويسه، عشان بشرتي يبقى فيها ترطيب. يمكن نسيت اقول ان فيتامين بي مهم جدا لترطيب البشره، واحنا محتاجينه فتره طبعا. وفيتامين سي مهم جدا لانتاج الكولاجين، البروتين المهم لصحه بشرتي. كويس. طب شعري انا خايفاه يقع من الدايت، اعمل ايه؟ باخد الب مالتي فيت مليان زنك. زنك هو الاعلى نسبه الزنك الحمد لله في وسط يعني مكملات كتير. عندي داخل الب مالتي فيت البيوتين. احنا عارفين الفيتامينز اللي مسؤوله عن تكثيف الشعر وعدم تساقطه هو البيوتين داخل الب مالتي فيت كمان. هايل والله يا دندو. انت عارفه انت اول واحده رشحتيه لي وانا عجبني، عشان كده انا اول ما تقولي الب مالتي ابتسامتي تبقى عريضه. انا طبعا بشكرك حبيبتي ان انت نورتينا. اسمحوا لي اشكر دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. نورتيني وشرفتيني. بشكر حضراتكم متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. من هنا الحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.